بص يا صاحبي، انا عايزك تركز معايا كده، تعمل كوبايه شاي الاول كده وتركز معايا في السوفت وير بتاع الغلابه ده. السوفت وير الجامد دوت احدث سوفت وير للاجهزه الضعيفه. انا عايزك تعمل كوبايه شاي الاول كده، وتركز معايا وتشوف الشرح، وبعدين تبقى تطبق الشرح على جهازك. لو انا سبت لك السوفت وير على كده، انت هتاخد سوفت وير فقط لا غير، من غير ملف قنوات، من غير ما يكون متعرب. تمام. انا هدوس كده اوكي، وهختار له اللغه العربيه. تمام. واختار له اللغه العربيه كده. انا اخترت له اللغه العربيه. ولو انا خرجت كده من هذا يقول لي اخرج كده من الاكسيت، مفيش عندي ولا قناه. انا هتعب معاك وهتعب مع الفيديو دوت، وهحط لك ملف قنوات مع السوفت وير الجامد دوت، وهتشوف مميزاته وهنشوف عيوبه وهنشوف كل التفاصيل اللي فيه، بس بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لحضراتكم بعد الفاصل. شربت الشاي يا صاحبي، شربت الشاي وعدلت مزاجك كده. ركز معايا بقى ان شاء الله في الشرح، في السوفت وير الجامد دوت، في السوفت وير اللي ملان مفاجآت وملان مميزات دوت. انا بقول عليه سوفت وير الغلابه. السوفت وير دوت بتاع جاهزه الميني اتش دي، اللي هم 4 ميجا، اللي هو الرامات بتاعه 512. عشان نحمل السوفت دوت، طبعا هتلاقيني سايب لك الرابط تحت اسفل الفيديو. رابط هيكون مكون من جزئين. الجزء الاول بالشكل اللي انت شفته في الاول، معلهوش ولا قناه، وانا وريتك ازاي تعرب السوفت وتعرب السوفت وتدخل عليه باللغه العربيه. ولو انت عندك ملف قنوات، طبعا انت تحمل ملف القنوات، وافضل ان انت تسحب السوفت بتاع الجهاز بتاعك لوحده، وبعدين تسحب السوفت وير لوحده، وتسحب ملف القنوات لوحده، عشان لو السوفت وير دوت عجبك، وان شاء الله هيعجبك بعد ما تعرف المميزات بتاعته، تحمل له ملف القنوات بتاع حضرتك. انا هحط لك السوفت وير مره ملف من القنوات هديه من عندي، وتاني مره من غير ملف القنوات بالشكل اللي انت شفته. هنكون محتاجين فلاشه ان شاء الله، هنكون محتاجين فلاشه كده زي ما حضرتك شايف كده، بعدين هنحطها في الريسيفر. تمام. بعد ما هنحط الفلاشه في الريسيفر، هيقول لي ايه؟ هيقول لي عثور على ايه؟ على جهاز تخزين. تمام. طبعا انت هتكون داخل على السوفت وير بتاعك، هتدوس مفتاح المنيو، بعدين لو طلب منك الاربع اصفار، هنضرب الاربع اصفار بهذا الشكل. بعدين هننزل هنا على كلمة تحديث النسخة في الجهاز الخاص بحضرتك. بس قبل ما ادخل في التحديث وقبل ما ادخل في التفاصيل، عايز اقول الشكر موصول للاستاذ محمد ابو عرابي، صاحب قناة ابو عرابي سات، لان هو اللي سمح لي ان انا ارفع او هو اللي اداني السوفت دوت عشان احطه عندي على القناة، وساعد وفرح به المتابعين بتاع القناة بتاعتي. تمام. هندخل كده، هيقول لي تحديث البطاقه. تمام. هيقول لي تحديث البطاقه. انت شفت في الاول انا لما رفعت السوفت ما كانش عليه ولا قناه. كده انا جهزت لك السوفت وحطيت لك عليه ملف القنوات جاهز من عندي، عليه 1000 وحوالي 1000 وفوق ال 500 فوق ال 600 قنوات، مش ناقص ولا قناه. طبعا فيهم 300 قناه معربه، اللي هي 300 قناه المعروفين، اللي هو قنوات القرآن، ثم القنوات المحلية أو قنوات الدولة، ثم قنوات المسلسلات، ثم القنوات المشهورة اللي حضراتكم عارفينها. هندخل كده على البطاقة. تمام. من الاوكي او من اي اتجاه، وهبدا ادور انا حاطط السوفت بتاعي فين يا جماعه. تمام. انا هنزل لك كده عند ايه؟ انا مسميه سوفت الغلابه. هيطول عليك الفيديو شويه. لو انت شايف ديسكفري دي ار 3 خمسات 1506 يا جماعه، 1506 تي، 1506 اف، 1506 من غير الحروف خالص يعني، عشان تعرفوا بس الاجهزه. طيب انت عايز من قبل ما تعرف التفاصيل ديت، جهاز الريموت كنترول بتاعك، الريموت كنترول في المفتاح في هنا تحت خالص كده، ما يكونش مكتوب عليه ال ام، ولا في الجزء ده ولا في الجزء اللي فوق ده. خلاص، يبقى السوفت مبروك عليك. تمام.
لو انا دخلت على السوفت وير هنا هينزل لك من غير قنوات، هينزل لك من غير قنوات. طيب انا جهزته لك بملف قنوات، انا جهزته لك هنا بملف قنوات. طبعا ادي السوفت وير اهوت، فلاشه وبي اي ان، فلاشه وبي اي ان يعني السوفت وير بملف القنوات بتاعته. هدوس له كده اوكي، هياخد اقل من دقيقه، اقل من دقيقه يا جماعه في التسطيب، محو الفلاشه ثم تحديث الفلاشه، ثم تحديث الفلاشه. تمام. 40% لو الملف جه عندك عند الخمسه ووقف عندك وما اشتغلش، اعرف ان الجهاز بتاعك مش متوافق مع الملف دوت. تمام. طبعا انا مسميه سوفت الغلابه لان كل الناس اللي عندها اجهزه قديمه او اجهزه 2016 2014 2017 لغايه 2019 غالبا بتكون الاجهزه اللي هي ال 4 ميجا والرامات بتاعها 512 والرامات بتاعها 512. واحب كمان فطبعا السوفت وير دوت هيكون هيغير لك شكل جهازك، هيغير لك بشكله ومضمونه ويبقى حلو جدا. كمان عليه سيرفرات، تقدر تشترك في اي سيرفر فيهم. عليه طبعا الديكو كام وعليه الشرينج، اي سيرفر شرينج. وهتشترك بقى لو انت عايز تشترك في السي سي كام، طبعا ابو 50 جنيه دوت اللي هو متواجد على الفيسبوك كتير، برضه عادي مفيش اي مشكله. وفي بقى النشير وفي النشير برو وهكذا يعني. وانا هوري لحضرتك بعد الجهاز ما يفتح معانا ويرستر ويقوم. تمام. بملف القنوات بتاعته اهوت. في بدايه الفيديو كان ظهر لي من غير ملف قنوات. من مفتاح المنيو كده هدخل على التفاصيل، اولا قائمه التركيب ثم القنوات ثم التفضيل ثم الضبط. الضبط هنا هنضرب هنا هنضرب هنا 4 اصفار، 4 اصفار. خد بالك خد بالك. طبعا ادي الانترنت، اعدادات الانترنت، واي فاي نتورك، المميزات بتاعته بقى، واليو اس بي كابل انترنت. وبعدين هنقول لك ايه يعني ايه يو اس بي كابل انترنت. وبعدين كارت اللان لو انت جهازك بيدعم اللان اللي هو السلك اللي بتاخد سلك من الريسيفر. وبعدين النتورك الواي فاي عادي. طيب دي كانت اول ايه، اول مميزات والسوفت وير. طب هننزل كده على الوسائط المتعدده. عندي اليوتيوب وعندي تطبيق كوره، وعندي الاي بي تي في لو انت مشترك في اي بي تي في. ولو انت مش مشترك وبتحب الاي بي تي في بتقدر برضو تجيبه وبتسحبه من على الانترنت سواء بفلوس او سواء مجاني. والمجاني طبعا ما بيقعدش، ممكن يوم ممكن اسبوع ممكن ايه. لو واحد كويس جدا ويعني وعايز يعمل دعايه فبيعمل 15 يوم للاي بي تي في وبعد كده ايه بينتهي. وقبل كده انا كنت نزلت سوفت وعليه اي بي تي في لمده شهر. طيب الجهاز بقى هقف كده، انا كده واقف مفيش اي على الوسائط المتعدده. هضرب ايه 15 ادي 1 5 0 6. تمام. فتح لي القائمه. بعد قائمه الاي بي تي في البادج ده اللي هو شفره البيس للاجهزه، شفره البيس ايه للاجهزه. تمام يا جماعه. خرجت من اهو. بعدين الشرينج، اي سيرفر شرينج انت عايز تشترك فيه. تمام. وبعدين في النشير وبعدين النشير برو. وبعدين الديكو كام دوت اللي هو طبعا ايه لو انت كان طبعا حاجه بتبقى قديمه يعني بيبقى جاي مع الجهاز. وطبعا هو دوت اللي هو بيخليك تشترك في سيرفر السي سي كاب. ده كان فيديو النهارده. بس اتمنى من حضرتك قبل ما اخرج من الفيديو، قبل ما انهي معاك الفيديو، ان انت تدعمنا باللايك يا جماعه، وتسيبوا لنا تعليق واي استفسار تحت. كمان في حاجه عايز انوه، ان شاء الله رب العالمين انا دلوقتي لو في خلال الفتره اللي جايه دي انا هعمل اوزع 4 سيرفرات سي سي كام. هوزع 4 سيرفرات سي سي كام دي دعم للمتابعين والمشاهدين بتاعه القناه. واتمنى ان انت تكون واحد منهم. بس طبعا هيبقى في شروط ان انت يبقى عندك اكتر من قمر. دي حاجه هيبقى في شروط خاصه بيها انا هعلن عنها وقت ما ابدا اوزع السيرفرات او وقت ما ابدا اعمل الفيديو واعلن عن اطلاق اللي هو السيرفرات السي سي كام ان شاء الله رب العالمين. فاول مرحله هتكون ل4 فائزين ان شاء الله بسيرفر سي سي كام لمده سنه. بعد كده ال4 دولت هيتحولوا ان شاء الله ل10. ده كان فيديو النهارده. اتمنى من حضرتك ان انت تسيب لنا تعليق
باي استفسار. لو انت مش عندكش اي استفسار سيب تعليق. الصلاه والسلام على رسول الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.